اليوم مرينا وحنا نمر قالوا لنا الإخوة أن هنا مكان اسمه الصفة. هذه الصفة لها قصة عجيبة. خرج يوما أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول رضي الله عنه يقول والله ما أخرجني إلا الجوع. يقول فالتقيت أبا بكر رضي الله عنه وسألته عن آية والله ما سألته إلا ليشبعني. يعني أنا أعرف الآية وأعرف معناها بس أنا سألت حتى يطعمني. قال فأجاب وذهب. ثم اعترضت عمر وسألته والله ما سألته إلا ليطعمني. قال فأجابني وذهب. قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلي قال يا أبا هريرة الحق بي. ما سأله أبو هريرة يا أبا هريرة الحق بي. قال فتبعته حتى وصل إلى بيته فاستأذن فدخل فأذن لي فإذا بقدح لبن عنده صلى الله عليه وسلم وكنت أعلم أنه لا يشرب قبل أحد عليه الصلاة والسلام. قال يا أبا هريرة قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال ادعوا أهل الصفة. أبو هريرة جائع بلغ به الجوع مبلغ. أهل الصفة ربما يكون كثير عددهم ما يصنع هذا القدح. فذهب أبو هريرة ودعا أهل الصفة ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الفقراء ويتفقد حاجة الناس. فرفع القدح إلى الأول فشرب ثم الثاني ثم الثالث ثم انتهوا كلهم. فأخذ القدح قال يا أبا هريرة قال لبيك يا رسول الله. قال اشرب. فشرب أبو هريرة فعاد القدح. قال زد يا أبو هريرة فزاد. ثم عاد القدح قال زد يا أبا هريرة ثالثا فزاد إلى أن قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا شبعت خلاص. يا أحبة تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى خواطر أصحابه يعرفها. ما ينتظرك تطلب ما ينتظرك تقول أحتاج كذا ما ينتظرك تقول أريد كذا أبدا. عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على سنته وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.